السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجد معكم الحوت في الفران والرز الاسيوي. المهم هنا كما كتشوفوا معايا العطريه ديال الحوت كلها القوام ديال الحوت المعروف. كما كتشوفوا معايا هنا راه خلطته. كما كتشوفوا غادي نشرمل به الحوت. راه فيها حتى المروزيه ديال الحوت البنات. بالنسبه لهاد العطريه هذه فيها الثومه، البزار، كمون، سكنجبير، الخرقوم البلدي، التحميره، شويه د الهريسه، القزبور، وشويه د المروزيه ديال الحوت. كما كتشوفوا هنا شرملت الحوت ديالي، ومن بعد قطعت عليه الفلفله حلوه وزدت الحامض والفلفله حاره. ومن بعد هنا جيت نوجد معكم الرز الاسيوي بالطريقه الاسيويه. كما كتشوفوا هنا ضفت فلفل مقطع وكنور والزيت البلديه. ومن بعد غادي نضيف عليها شويه د الابزار والخرقوم البلدي، شويه د الكمون، وهنا شويه د العطريه ديال الدجاج الى عندكم. ومن بعد ضفت الرز كلاصي اللي سلقته في الماء كما كتشوفوا معايا الرز كلاصي. ومن بعد ملي وجد ضفت عليه الذره والفخوماج كما كتشوفوا هنا الطريقه ديالو باش قدمته. كيفاش قدمته صراحه كيجي خطير البنات. الفرماج كيفاش صايبته دريسيت بهذه الطريقه هذه صراحه بنين والله. الا اللي داقو كيقول لي اش من طريقه طيبتيه، باش من طريقه طيبتيه. المهم هنا الحوت حتى هو جا ولا اروع بالمروزيه ديال الحوت. فن حتى هو خطير صراحه. هذا الرز هو اللي عجبني بزاف. الطريقه ديالو نقلتها في التيك توك وقلت علاش لا ما نجربو. ملي جربته جا خطير بزاف بهذه الطريقه، ما تشبعيش منه. وصراحه حتى الوليدات غادي يبغيوه بهذه الطريقه. وهنا كندوق معكم هذا الحوت كنقول بسم الله. اول ضغيمه صراحه بنين حتى هو بلا ما طيشه بلا حتى حاجه. وهنا كندوق معكم الرز وكنتمنى تعجبكم الشهيوه ديالي. الى الشهيوه المقبله ان شاء الله.